المرسي، السيد حوش نار العليمي، السيدة صوت من الرياض، السيدة علي محمد، السيدة مريم محسوب، السيدة أمينة بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيد المرسلين. بالنسبه للاحاطه ديالي غنحاول نختصر فيها، ولكن انا جيت هون نيابه عن بعض الساكنه التي التجأت لبعض الله، هذه الفئه اللي نكنوا لها بالاحترام والتقدير. واحد الفئه اللي هي كتعرض للظلم وكتعرض للاقصاء وكتعرض للحيف. هذه الفئه اللي انا التقيت بها والله العلي العظيم الا قطعوا لي قلبي. واحد الفئه اللي هي تابعه للنظافه لشركه ارما جيليز النخيل. هذه الفئه اللي كتكون 127 ديال عامل نظافه وعامله اللي هي كتعرض للاقصاء الشنيع، واللي هي ما عرفاش علاش بغينا، واللي هي قدمت للسيد الوالي والسيده العمده وجميع المصالح بالشكايات ديالها، ولحد الساعه للاسف الشديد كيتعرضوا للذل والمهانه كانهم ليسوا فئه من هذه الساكنه، وليسوا فئه من هذا الوطن العزيز. السيد الرئيس، اللي بغيت نقول هذه الفئه راه 5 سنين، دابا 5 سنين وهي محرومه من هذيك المردوديه ومن هذيك الدعم اللي كيتعطى للفئات اللي هي في هذه الصفه هذه اللي كتخليها تعطي واحد المردوديه، كتعطيها واحد الدعم نفسي ومادي ومعنوي اللي كتجعلنا حنا كنعيشوا في واحد البيئه صحيه. الناس كيتعرضوا الصحه ديالهم كتعاني من اجلنا حنا. فلهذا السيد الرئيس، الله يطول اعماركم، هذه الفئه راه خاصكم تشوفوا، راه عندي الملف ديالهم غادي نسلموا للسيد العمده باش تشوف معالجه ديال هذه. عندي النقطه ثانيه، السيد الرئيس قال راه عندي حق باش نتكلم، نتصادر حقي في الكلام، لانه عرفتوا اش كيقولوا؟ لا السيد الرئيس راه خاصنا نتكلموا، راه حنا المجلس واعضاء في المجلس اللي حنا كيقولوا لنا، عرفتوا اش كيقولوا لنا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ كيسمونا الأغلبية الصامتة والمعارضة المنبطحة. احنا هنا تابعين لهذا المجلس، صوتنا عليه بالخاطر ديالنا باش نمشوا للقدام، هزينا كاملين داك الشعار باش مراكش تمشي للقدام. اذا الى حنا جينا كندافعوا على المواطنين. هناك ايضا كنتعرضوا للتنمر السيد الرئيس، التنمر داخل وسائل التواصل الاجتماعي، التنمر فاش كندوروا في الساكنه مع الساكنه. راه كاين الكلاب الضاله اللي حنا ما عرفناش نسيطروا عليها السيد الرئيس، ما عرفناش هذا الحل. ملي كنمشيو كيقولوا لنا وكنت ديتوهم غير المامونيه، راه كيتعرضوا، راه المواطنين كيتعرضوا للموت، كيتعرضوا للعذاب، كيتعرضوا. السيد الرئيس مبروك علينا هذيك التوأمه اللي دارت مراكش مع هذه المدينه الصينيه. انا كنقترح حل على هذا المجلس الموقر. هذا المجلس الموقر مادام ان هاد الصين هادو كياكلوا الكلاب، نقترح باش نصيفطوا لهم الكلاب ويعطونا الفلوس باش نعاونوا الشعب. كاين واحد، لا كنهضر عن درايه السيد الرئيس، كاين واحد المهرجان سميتو انا نعطيك السميه ديال المدينه الصينيه هذه. كيديروا واحد المهرجان ديال الكلاب، واحد المدينه سميتها مولين. هذا المهرجان كيصدروا له 25 مليون كلب وكيجيبوها من الدول الثانيه. حنا مستعدين السيد الرئيس نديروا معاهم الشراكه، نصيفطوا لهم الكلاب يعطونا الفلوس بلاصتها ويعاونوا هذا الشعب ونعاونوا هذه الفئات المهمشه اللي هي ما عندها، محرومه من حق. هذه الفئات هذه السيد الرئيس محرومه حتى من دعم الوفاه، محرومه من دعم الولاده، محرومه حتى القفه الرمضانيه. وعندي الرساله اللي صيفطوا للسيد الباشا، عندي الرساله صيفطوها للسيد الباشا على القفه الرمضانيه. علاش بالضبط هاد 127 واحد محرومين من هذا الشيء؟ خصنا الاجابه الصريحه، وخصنا السيد الرئيس انتم والنواب الاعضاء ديال السيده العمده باش ديروا لقاءات مستمره مع الصحافه، مع وسائل التواصل الاجتماعي، باش نكونوا حنا عندنا واحد الكرامه ملي كندوروا في وسط الشعب، ما يبقاوش يتنمروا علينا لا الصحافه لا وسائل التواصل الاجتماعي. وشكرا. شكرا السيد الرئيس.